النهارده مع حضراتكم في فيديو جديد بنتكلم عن حركه الكيك اب اللي هي السوسته على الارض. يبدأ يطلع 5 مرات وينزل 1 2 3 4 5 ينزل على الارض. النهارده بنتكلم عن الحركه دي فيها عمليه دفع بالايد من هنا، بيدفع بايديه وبيرفع رجليه بنفس الشكل مفروده من هنا بحيث ان هو يرفع الوسط من هنا، ولما بيجي هنا برجليه بنفس الشكل ما بيوقفش هنا، بيجي ويرجع على طول 1 ويرجع تاني بسرعه، بس ما بينزلش على دي، ما بينزلش على ده. هو المفروض هينزل برجليه هنا ولا تحت قوي جوه ولا بره بعيد، ينزل على رجليه بنفس الشكل مع عمليه دفع بالايد من هنا الايدين مع بعض، دفع الكتف والجذع من هنا مع النزول بالرجل ثابته بنفس الشكل 1. هيبدا ياخد الايد من تحت بنفس الشكل اهو. اثناء دخول الرجل بنفس الشكل بيبدا يدفع برجله وايده عشان يقف بنفس الشكل. نشوف من هنا برضه اهو 1 2 هيشتغل الاثنين مع بعض بنفس الشكل. انزل دفع بالايد مع نزول الرجل تحت بالظبط 1 2. خلي بالك حضرتك ان مش الايد دفعها مش اساسي، يعني انت لما بتوصل لدرجه احترافيه فيها بتعملها من غير ايدك عادي. نتفرج ونشوف الراجل هيشتغل من غير ايده. اصل في ناس تقول لك لازم يدفع بايديه ومش لازم يدفع بايديه. انت لما توصل لمرحله عاليه من اللياقه البدنيه مش هتحتاج ايدك اصلا. شوف الكابتن احمد هيشتغلها ازاي من غير ايده. 1 ايده ولا ماسكش الارض خالص. 2 3 هي بتعتمد على الوسط واللياقه البدنيه. كده بنكون خلصنا فيديو النهارده، بنتمنى من ربنا يكون عجب حضراتكم. لو عجب حضرتك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس وسيب لايك. سيبوا